سلام حباباتي الزينات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير وبالف صحه وعافيه، ومرحبا بكم في قناتي الهام للطبخ. نرحب بالجميع. اليوم جبت لكم هذا الكاطو، شوفوا كي راه يبان غير من المنظر تاعه، يبان يشهي وخفيف واقتصادي، يوالم كاع المناسبات تاع كل يوم، وتاني يجوك ضياف ولا تحضريه ليه بالخف يوجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبداو في لي زانغريديون. عندنا كاس تاع دهان دايب والربع تاعه زيت، زيدي كاس قل ربع سكر كما راكي تلاحظي معايا في الصوره، سكر عادي، وحبه بيض ومغرف لافاني، وخلطي بالفوي، وزيدي نص كاس حليب، نفس العبر تاع الكاس نعبروا به كاع لي زانغريديون، وخلطي غايه حتى يتجانسوا المكونات، ونجيبو نلمو بالفرينه نصفوها ونلمو ونديرو نص مغرف صغيره تاع لا ليفير شيميك. ديري نص مغرف تكون بيان شويه مليحه معمره. نلمو ها كيما راكم تلاحظوا معايا هنا في الصوره، ما تلمليش بزاف، قعدت شويه حسيته شويه مزيت. يبغي هاد العجنه تبغي تكون ملمومه ناشفه، ستادير ماشي كيما الصابلي غير بالخوف ديريها كتلميه. نجيبوا العجينه تاعنا كيما راكي تلاحظي معايا في الصوره، تقسميها على نصفين، هيا وتكسليها هكا غير باصابع اليد، وتبدي تقطعي فيها، وتعاودي كل قطعه تعاودي هكا تكوريها باصابع اليد. هاي لا تبغي تكبري الحبه، تبغي ديريها موين كيما درتها انايا. نعاودو نفس الطريقه، وكل ما تكوري بصبعك كيما هكا ديري رشي الفرينه، جاي كي شغل هذا الكاطو يشرب الفرينه، غير كتري وما تخافيش. ونروحوا للتزيين. نجيبي شويه تاع كونفيتور قد مغرف كبيره تاع ابغيكو ولا الذوق اللي عندك، ولا ما كاش عندك كونفيتور ديري بياض البيض تاني، بصح من الاحسن كونفيتور يعطيه داك الذوق شباب. وديري نفس الطريقه اللي راني ندير فيها بالبانسو، تغمسي من الفوقه، وتجيبي لوز ولا كوكاو ايفيلي ولا لا بغا كوكاو هكاك مطحون تاع الحبه، بصح من الاحسن يجي شباب بالكوكاو ايفيلي يعطيه ديك القرمشه. عاد نديرو حبه الزرجه قدامكم، تغمسي هكا في الكوكاو وتحطيه في السني، والسني تاعك تكوني رشته غايه بالفرينه باش ما يلصقش، ديري غير الفرينه وحدها، ودخلي الكوشه يطيب درجه حراره تكون معتدله، شويه من تحت وشويه من الفوق كي قد ما يدي ديك التحميره، وترشي عليه السكر كلاصي من الفوق للتزيين. وشوفوا في الاخير كيفاش جا، يقطع لك كميه مليحه لاباس بها. وشايتكم طيبه وتقعدوا بخير، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. بسلامه.